بصوا بقى يا جماعة، الفطير المشلتت اقسم بالله احسن من الجاهز بكتير قوي. شايفين التوريقة؟ ما شاء الله، مورق ومقرمش من بره وطري من جوه. حاجة كده عظمة، وطعمه يجنن وريحته خطيرة. السر بقى مش في المقادير، السر في طريقة التحضير. واول حاجة معايا كيلو من الدقيق يكون متعدد الاستخدامات. معايا كمان نص لتر من المية الدافية، ومعلقة سمنة بلدي كبيرة كده، ورشة من الملح، ومعلقة سكر كبيرة من المعلقة اللي احنا بناكل بيها الرز. تمام يا حبايبي. اول حاجة على المية الدافية، او مية من الحنفية عادي خالص يعني، ده يمشي وده يمشي. هنحط عليها معلقة من السمنة، معلقة كبيرة كده من السمنة البلدي، ورشة ملح، ومعلقة من السكر. سكر حبيبات تكون بس ايه معلقة كبيرة كده. تمام يا حبايبي. اللهم صل على النبي. هبتدي بقى ايه، اقلب المكونات دي كلها مع بعضيها، وبعد كده هنزل عليهم بالدقيق. ومقدار الدقيق كان كيلو، اما بمقدار المية فكان نص كيلو. تمام كده يا حبايبي. نص لتر من المية وكيلو من الدقيق يكون متعدد الاستخدامات. وهسمي الله بسم الله الرحمن الرحيم، وهبتدي أعجن العجينة. عايزة أقول لكم إن السر يا حبايبي في عمل الفطير المشلتت مش في المقادير والله، السر في طريقة التحضير. وده اللي كانت جدتي تقوله لنا. عايزة تعملي فطير مشلتت ناجح، يبقى السر في طريقة التحضير اللي أنا هقول لكم عليها خطوة بخطوة. أنا بصراحة ربنا مش كنت هعمل الفطير المشلتت خالص، بس لما جاتلي اوردرات ان انا اعمل فطير مشلتت، قلت بقى ايه، انا هعمل لاولادي فطيرتين كده وهصورهم وهقول لكم عملتهم ازاي. تمام كده حبايبي، علشان ناس كتير لما بتيجي تشتري مني الحاجة بتقولي يا ريت تنزلي لنا فيديو بان انت عاملاها ازاي يعني. تمام يا حبايبي. وهنا بقى هتسمي الله، وتبتدي تعجني العجينة كويس جدا. والفطير لازم العجينة بتاعته تتعجن كويس جدا. تمام كده يا حبايبي. اللهم صل على النبي. عايزة اقول لكم حاجة بقى. معلقة السمنة اللي احنا دوبناها في المية، ومعاها كان رشة السكر ورشة الملح ومعلقة السكر، دي بتخلي الفطير يبقى مورق. سبحان الله. يعني بصوا وانت بتعجني والله بيبقى مورق في ايدك، علشان معلقة السمنة اللي احنا حطيناها في المية، مية العجن. تمام يا حبايبي. فلازم الخطوة دي ما تستغنوش عنها خالص. عجنتها ما شاء الله وبقت ناعمة وكريمي زي ما شايفين كده. هبتدي اغطيها بكيس واركنها ساعة تستريح. لازم تريحي العجينة ساعة او اكتر كمان، لكن مش اقل من كده. تمام يا حبايبي. ودي اول خطوة واول سر. هو كان اول سر ان احنا بنحط معلقة السمنة في المية. السر اللي بعد كده ان احنا بنريح العجينة ساعة بعد العجن. تمام يا حبايبي. بصوا الفقاقيع دي لما العجينة استريحت معايا، عملت معايا زي بالونات صغيرة كده. ما شاء الله، اللهم بارك. وانا بفرد انا شايفة البالونات الصغننة دي في العجينة تحت الفرادة كده زي ما شايفين. اللهم بارك. كل ما تريحي العجينة، كل ما بتاخدي نتيجة فوق الممتاز. ما شاء الله ما شاء الله، اللهم بارك. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهنا بقى كنت بحط العجينة كده على دراعي، وابتدي ألفها كده زي مثلا ايه، زي ما بتطيري حاجة كده والله العظيم. بس بنتي بقى ايه، قالت لي يا ماما لو كنت ظهرت اكتر من كده كنت هبين وشك وانا ايه لسه ما ظهرتش على القناة. بصوا بقى يا حبايبي انا لميتها ازاي العجينة. لميت العجينة ما شاء الله. هبتدي بقى ايه اسيبها تستريح كمان شوية لمدة نص ساعة او ساعة. كل شوية
بتريحي العجينة ما شاء الله بتاخدي نتيجة فوق الممتاز. بصوا انا هعمل الفطيرة التانية معاكم اهو علشان تشوفوا انا لميتها ازاي. طريقة لمها سهلة جدا وعجنها وفردها. بصوا انا بعشق الفطير بطريقة مش تتخيلوها. بصوا بصوا انا بعملها ازاي. يعني كان نفسي والله ان انتوا تشوفوا الحتة دي بالذات. انا كنت بلفها كده على ايديا، يعني والله كانت بتطلع حلوة خالص ما شاء الله. اللهم صل على النبي. هبتدي بقى ايه، بصوا، اللهم صل على النبي. بصوا بتجيبي ايه الاطراف كده على النص، وايه تلميها تديها ايه ضربة صغننة كده ما شاء الله. بصوا يا حبايبي، هبتدي في الحلة او في صينية واحط فيها زيت. تحطي تحتيها زيت وفوقيها زيت، وتبتدي بقى ايه تغطيها لحد نص ساعة كده بالظبط. ماشي حبايبي، نص ساعة، لازم نص ساعة. ممكن اكتر ممكن اكتر لكن اقل لا، علشان تاخدي نتيجة كويسة، علشان تقولي للأسرة النهاردة انا عملت فطير مشلتت. ما يبقاش ايه حاجة مكتومة بقى وما يبقاش معجن منك لا. هبتدي بقى ايه افردها بالفرادة بزيت. اول مرة كنت بفرد بدقيق، تاني مرة بفرد بزيت زي ما شايفين كده. بصوا الزيادة دي، الصينية الألمونيوم دي كبيرة أوي، أنا عايزة أقولكم إن هي كبيرة أوي والله العظيم. بس ما شاء الله العجينة يعني لما فردتها اتبقى منها على على الأحرف كده بتاعة الصينية شوية، فقصيتهم علشان افردها وتبقى الفردة بتاعتها رقيقة جدا، ما تبقاش محملة. تمام. كل ما فردتيها كويس جدا كل ما خدتي نتيجة كويسة جدا في التوريقة. بصوا هي باينة قدامكم اهي ان العجينة رقيقة جدا مش محملة. تمام يا حبايبي. واللي كان على الاطراف ده، اطراف الصينية يعني، انا شلته وهعمل بيه فطيرة صغننة دلوقتي معاكم. بصوا رشة زيت بسيطة خالص 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 فوق ما تتخيلوا، يعني مش اللي هو يعني رشة بسيطة. انت بس يا دوبك بتبلي بس ايدك وبتبلي العجينة بس مش اكتر. تمام. هنا بقى حطيت الزبدة، تحطي سمنة بلدي، تحطي زبدة فرن، تحطي اللهم صل على النبي سمنة عادية. بصي اللي متوفر عندك، تحطي قشطة بسمنة اللي متوفر عندك. هنا بصوا الخطوة دي مهمة جدا بقى، هتعمليها هتكسبي بصراحة. الفطير بتاعك هيبقى مورق ما شاء الله وهيبقى خطير كمان. بصوا الجمال، اللهم بارك، خطير خطير خطير. بصوا اللهم بارك ما شاء الله. هتبتدي بقى ايه تلميها رول كده، وتبتدي تعمليها ايه حلقة كده. بصوا الوردة الجميلة دي هركنها على جنب. هجيب بقى الحتة اللي انا شلتها من الاطراف دي وابتدي افردها. بصوا الجمال، اللهم بارك. بتتفرد بكل سهولة وبساطة، وما فيش اي تعقيد في اي حاجة خالص. اهم حاجة يا حبايبي وانتوا بتعملوا الفطير المشلتت، لازم تريحوا العجينة. زي ما قلتلكم كل ما بتريحي العجينة كل ما بتديكي نتيجة ممتازة فوق الممتاز ما شاء الله. بصوا يا حبايبي العجينة ولا بتتقطع ما شاء الله ولا اي حاجة خالص. مش عجينة معينة والله، مش جبت دقيق معين خالص وحياة ربنا. علشان بس في ناس تقولك يعني لازم تجيبي نوع دقيق معين، لا والله. انا رحت عند العطار وقلت له انا عايزة دقيق يكون متعدد الاستخدامات، ما قلتش اكتر من كده بصراحة. يعني هو ما عندوش نوع معين يعني، فاداني من الموجود عنده. ماشي حبايبي، انا بس بقول لكم كل الاسرار اهو عشان تعملوه ان شاء الله كده وتتهنوا. ماشي. هبتدي بقى افردها ما شاء الله. بصوا بتتفرد بكل سهولة وبساطة خالص. هبتدي افردها وادهنها بقى بالسمنة، وبعد كده اي سمنة زي ما قلت لكم متوفرة عندكم. وبعد كده هجيب بقى ال- الكعكة الجميلة اللي انا عملتها لسه عاملاها معاكم دي،
الفطيرة الكبيرة بعد ما لميتها رول كده ولفتها كمان زي الوردة كده، هبتدي احطها على القطعة دي وهلمهم ببعضيهم بقى. عادي انت ممكن تستغنى عن الخطوة دي خالص، مش مشكلة. لو الصينية بتاعتك اكبر من اللي عندي دي وعرفتي تعملي العجينة كلها مرة واحدة. تمام يا حبايبي. بصوا بقى الجمال، هسيبها كمان تستريح حوالي كده 10 دقايق، ربع ساعة، نص ساعة، اللي متوفر عندك من الوقت. انا قلتلك كل ما بتريحيها كل ما بتاخدي نتيجة كويسة جدا. بصوا يا حبايبي، الصينية مدهونة سمنة، ودي الفطيرة التانية بعد ما ريحتها. ما شاء الله. بصوا بقى، هبتدي اجيبها احطها في الصينية مدهونة سمنة وابتدي افردها. بتضغطي عليها ضغطة مرة واحدة، ما بتضغطيش التانية، بتتفرد ما شاء الله بكل سهولة. ليه؟ لانك ما شاء الله مريحة العجينة ومديالها وقتها في التخمير. هي ما بتخمرش، هي بس بتعمل ايه، بتستريح، مديها وقتها في الراحة بتاعتها. كل ما بتريحي الفطير بتديله وقت في ان هو يستريح يعني، كل ما بيطلع معاكي جميل. هبتدي بقى ايه، الفرن لازم يكون سخن مولع، تحطيها في صينية، وكمان تبقى ايه في الرف التحتاني خالص. الفرن لما يكون سخن جدا وتحطيها على النار مباشرة على طول تحت خالص كده، هتقعد معاكي مش هتكمل الربع ساعة، يعني 10 دقايق وأقل كمان، وهتلاقيها بسم الله ما شاء الله اللهم بارك بقت خطيرة ما شاء الله. بصي يا حبايبي، بص التوريقة. انا بقى ايه، بطلعها من الفرن. الفرن بتاعي بعافية شوية، يعني ما بحمرش الحاجة من فوق، فانا بطلعها بعد 10 دقايق ويمكن اقل كمان، اقلبها على الوجه التاني واحطها تاني في الفرن. بصوا حبايبي والله اقل من 10 دقايق. بصوا التوريقة، انا بس عايزة اوريكم التوريقة بتاعة الفطير. التوريقة بتاعته حلوة قوي وطري من جوه ومقرمش من بره، وكمان دهبي كده وخطير بصراحة. والله كان طعمه حلو قوي. عارفين بقى الحلو بزيادة هو ده، لما تعملي الفطير المشلتت بطريقتي والله ما هتشتريه تاني من بره، وعد مني مش هتشتريه تاني من بره. بصوا الجمال، بصوا وشها زي ظهرها ما شاء الله اللهم بارك. بصوا انا بقلبها على الوجه التاني، خطيرة تجنن. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتشيروا الفيديوهات اللي عليها، والدال على الخير كفاعله. بصوا يا حبايبي التوريقة، بصوا الفطير المشلتت كما يجب أن يكون. طريقة جدتي بقى حاجة بجد عظمة، والله طعمه حلو خالص. أنا عمالة أقول لكم طعمه حلو خالص، مورق قوي، ريحته جميلة بجد والله العظيم. هو يستاهل كلام حلو كتير قوي. الطريقة دي ناجحة قوي قوي يا حبايبي، جربوها وعلقولي. وإن عجبتكم الطريقة وعجبكم الفيديو ما تبخلوش على أختكم باللايك. ربنا يديكم كل ما تتمنوا وزيادة. حطولي لايك واشتركوا في قناتي، قناتي جديدة وبأمر الله تكبر بيكم وليكم. أنا بدعيلكم والله ربنا يديكم كل ما تتمنوا وزيادة يا رب. يلي يحطلي لايك على الفيديوهات بتاعتي، حطولي لايك بالله عليكم استحلفكم بالله، وكمان شيروا الفيديوهات واكتبولي كلمة حلوة والملك هيرد عليكم ويقول لكم ولكم بالمثل. بصوا جمال الفطير المشلتت ما شاء الله. والله انا بتعب قوي في التصوير وفي المونتاج و... ونفسي والله العظيم ان قناتي تكبر وبأمر الله تكبر بيكم وليكم. انا مش انا والله مش بعمل وصفة وخلاص، انا بكون مجربة الوصفات دي قبل ما بنزل الفيديو، عشان لما اجي اقول لكم انا عملتي وصفة مثلا اكون قايلها لكم بكل استفاضة وبما يرضي الله، عشان انا عاهدت ربي سبحانه وتعالى ان انا اقول لكم كل الاسرار والتفاصيل. مع الف سلامة.